مساء الخير عليكم جميعا. انا عارفه الدنيا ضلمه شويه، وبرضو انا والله ما بقاش عندي وقت الظهر وانا سايقه، بس قلت تسلوني بقى وانا على المحور كده راجعه من الشيخ زايد رايحه المهندسين. آه انا النهارده الحقيقه يعني اخر اليوم وتعبانه وصوتي يمكن رايح شويه، وعندي حساسيه من تغيير الفصول وكل حاجه، بس ما قدرتش ما اتكلمش علشان اللي بيحصل. اللي حصل النهارده الحقيقه استفزني جدا. المكالمه اللي هي كل الناس عماله تعمل لها شير، وتقريبا مصر كلها سمعتها ان ما كانش العالم كله سمعها. وانا اللي استوقفني مش حاجه قد ما يعني مش حاجه معينه، يعني غير ان هو دلوقتي طريقه تربيتنا لاولادنا ايه، وطريقه تفاعلنا مع الحاجات حتى الغلط او الصح اللي بتحصل ايه، وهندله الامور عامله ازاي، ازاي بنتصرف، ازاي بنتكلم، ازاي بنعرض مشكلتنا، ازاي بنعبر عن غضبنا. الكلام ده على فكرة يعني ما ينفعش يبقى اللي يجي على بالنا نعمله، ما ينفعش اللي يجي على بالنا نقوله. متهيألي ان انتوا فهمتوا انا بتكلم على ايه. يمكن معظمكم يعني سمع المكالمة او يعني الفيسبوك سوري الواتساب مسج اللي هي الام وجهتها لبقية الامهات على الجروب بتاع المدرسة، اللي هي بتاعت ان يا فلانة ابنك فلان حضن بنتي وبسها، وانا ديني كذا وما يسمحليش بكذا، وكلام ده كله. كل واحد طبعا 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 يعني هي حرة ان هي تلتزم ازاي، وان هي تمشي بيتها ازاي وكل حاجة، بس هي مش حرة ان هي حتى تتكلم بشكل فيه عدوانية بالطريقة دي وفيه اتهام بالطريقة دي لحد. بس انا متوقفتش قوي عند مكالمة هذه السيدة قد ما توقفت عند يعني المقطع الصوتي بتاع الاستاذ اللي رد عليها اللي هو ابو الولد، اللي بيقول لها ابني يبوس اللي هو عايزه، وبنتك مش عارف ايه لو كانت مؤدبه ايه. احنا على فكره بنتكلم على اطفال عمرهم 5 سنين. هو ده يعني يبدو ان هذا الشخص مش فاهمه. الاطفال دول عمرهم 5 سنين، والاخ الكبير بتاع البنت اللي هي هتبعته يضرب الولد ده عمره 9 سنين في جريد 4. فالحقيقه انا يعني فعلا فعلا انا اللي فكرتني بمقوله همي بكي وهمي يضحك. يعني شيء فعلا مبكي ومضحك في نفس الوقت. والتوعد ان هي ما تبقيش زعلي بقى لما تلاقي ابنك متعور، والاب يقول لها اللي عنده معزه يربطها. يعني ازاي هذا التردي في الالفاظ؟ كمان مستوقفني حاجه، الراجل اللي هو ابو الولد اللي هو دخل عشان يدافع عن ابنه، اللي يسمع بداية مداخلته ونهايتها يقول ده حد يعني هيتكلم بقال الله وقال الرسول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الآخر خالص بيسحب نفس السحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في النص في مشكلة كبيرة جدا، طريقة رده، وفي في كده مش عارفة أسميها إيه الحقيقة. في صفاقة في الموضوع، في يعني تردي في الأخلاقيات، في استهانة بمشاعر الآخر، في تحدي، في بلطجة، في كل الحاجات دي استوقفتني جدا. لما الأولاد يشوفوا أبوهم كده هيطلعوا إيه؟ وده بيخلي الحقيقة الواحد ما يستغربش من الحاجات اللي موجودة في الشارع دلوقتي. المهم مش موضوعنا ومش موضوعي، بس الحقيقة أنا جزء من نسيج هذا الشعب وهذا الوطن، فبرضو بتفاعل مع اللي بيحصل فيه. لكن أنا حسيت بمسؤولية رهيبة ناحية الموضوع ده، إنه إحنا لازم يعني نعمل حاجة. أي حد يقدر يعمل أي حاجة. ففكرت مع يعني الاستاف بتاعي ومع المساعدين بتوعي، وقلنا لازم نعمل يعني حملة نقوم فيها يعني حتى بدور في الموضوع ده، حتى لو دور هيبقى دور متواضع أو دور مش كامل أو على قدنا أو على قد الشغل اللي احنا بنعرف نعمله. فاحنا فكرنا في حملة وسميناها عيشها بسعادة. الحياة يا جماعة هي والظروف مفروضة علينا وإن لم تعجبنا، وكل حاجة موجودة حوالينا بنفس المعطيات. فإحنا بقى دورنا إن إحنا نتعايش مع ده وبسعادة، نتعامل مع الآخر ونبقى سعداء، يعني نعيش نفس الحياة هي بس نبقى أسعد. الكلام ده مش أوهام، لكن له أدوات وله سبل وله طرق نقدر نعملها بيها،
واللي انا بقوله ده مش كلام انشا، لا ده كلام علمي. فاحنا علشان يعني فكرنا نعمل كده بناء على ان ربنا ادانا شويه علم، احنا وظيفتنا ان احنا نوصله للناس، وتبقى هي دي الادوات بتاعتهم ان هم يعيشوا سعداء حتى في ظل واقع ممكن يكون معظمه مش عاجبهم. فانا الحقيقه بدعوكم ان كنتوا يعني تدونا ارائكم في موضوع الحمله دي اللي هي عيشها بسعاده. هي بتنقسم الى توعيه للامهات والاباء، وطبعا النهارده اللي حصل في المكالمه دي او في التسجيل الصوتي ده او في المقاطع الصوتيه دي خلتني ههتم اكتر جدا جدا بالكورسات اللي بتعطى للاباء والامهات عشان التوعيه في تربيه ابنائهم، وبالذات التربيه اللي هي الجنسيه، ازاي ان كل طفل يحافظ على جسمه، وان هي البنت تبقى ما تتلمس، والتلامس بشكل عام ده يتوجه للولد والبنت، مش ابني يبوس زي ما هو عايز وبنتي لو مؤدبه تبقى مش عارف ايه وكلام المش مظبوط ده. لا، توعيه الاطفال، وده انا قلته كتير جدا قبل كده حتى في برامج وفي مقالات، ان هو لازم الاطفال من هم صغيرين يتعلموا ان مفيش تلامس بينهم وبين حد، سواء ولد او بنت، ولا حد يلمس حد ولا حد يقبل ان يلمس من حد. فدي هتبقى اكتر حاجه هركز عليها، اللي هو الكورسات بتاعه التوعيه التربويه للاباء والامهات، علشان ابنائهم يعرفوا ما لهم وما عليهم، وعشان ما يحصلش مشكله زي اللي حصلت دي وتاخد اكتر من حجمها. الحاجه الثانيه انه التوعيه بالذات، يعني ان كل واحد يبقى عارف نفسه، عارف احتياجاته ايه من الطرف الاخر، يعني لانه الاطفال دول هيكبروا، والمدارس دلوقتي معظمها مدارس مشتركه. ف لو احنا استعدينا بالمراهقين دول واديناهم التطعيمات المناسبه، واديناهم النولج او المعرفه المناسبه ان هم ازاي يقابلوا هذا الواقع، وازاي يتعاملوا مع هذه الحياه ومع الجنس الاخر ومع نفس الجنس حتى، لان دلوقتي في مشاكل كثيره جدا متعلقه بانه يعني الشذوذ الجنسي والميل ناحيه نفس الجنس، او البايسكشواليتي اللي هو حد بيعتقد ان هو بيميل ناحيه يعني الذكور والاناث. الحاجات دي كلها بتيجي من ايه؟ بتيجي من الجهل، بتيجي من عدم توافر الحوار مع الكبار، بتيجي ان الطفل او الطفله او المراهق او المراهقه بيكعبلوا في فيلم بيقول حاجه زي كده، فبيبتدي ان هو يقيس على نفسه. الحاجات دي كلها لازم ان احنا نقوم بدورنا فيها. انا الحقيقه لازم اعترف ان انا مقصره في المساله دي، انا كنت بقوم بدور فاعل اكتر من كده قبل كده، لكن انا فعلا بقى لي فتره مصهينه على موضوع الكورسات دي، بس هي كانت بتعمل صدى كويس قوي، كانت بتبقى مردودها عالي جدا، وبتفرق قوي مع سلوكيات الاباء والامهات من ناحيه، والمراهقين معاهم من ناحيه اخرى. فانا اسفه اذا كنت طولت عليكم، بس يعني انا كنت حابه ان كنتوا تبقوا يعني مواكبين معايا في الموضوع ده. باذن الله الحمله انا قررت ابداها بعد بكره ان شاء الله، يوم الخميس، اللي هو في يوم المراه المصريه، يوم المراه المصريه يوم الخميس 16 مارس. فانا فكرت في كده لان المراه والفتاه والبنت والطفله واضح ان هي بتعدي باوقات مش سهله، وبتتعرض لاتهامات مش صح، حتى وهي عندها 4 سنين بقت هي اللي مش مؤدبه، وبقت هي اللي لازم تتربط زي المعيز، وانه الولد حتى اللي عنده 4-5 سنين يبوس اللي هو عايزها ويعمل اللي هو عايزه. لا، الموضوع كبير والموضوع خطير، ويعني ارجو ان هو ربنا يجعلنا سبب ولو سبب بسيط في تغيير المفاهيم دي، لانه الامور لا فعلا مش لطيفه خالص، ومش لطيفه بشكل غير متوقع. يعني انا بصراحه ما توقعتش يبقى في تردي بالثقافات لهذا المستنقع يعني. تاني انا بتبسط جدا لما اقابلكم، وبتمنى ان انا اعمل ده كتير، بس للاسف الوقت بيغلبني. لكن صحيح الصوره معوجه ومش مظبوطه والدنيا بالليل والاضاءه مش كويسه، بس برضو اتبسطت ان انا قابلتكم. و يعني ان شاء الله باذن الله يبقى ربنا زي ما قلت يجعلنا سبب. وارجوكم ما تبخلوش علينا باقتراحاتكم، وارجوكم ما تبطلوش مشاركه على الصفحه،
ولا على قناه اليوتيوب، وتقولوا لنا ارائكم في كل حاجه بمنتهى الصراحه، وتقولوا لنا كمان اقتراحاتكم. بس برضو بقول يا ريت نتجنب الالفاظ الخارجه والجارحه، علشان نفضل طول الوقت مع بعض ونفيد بعض ونعلى ببعض. الف شكر ليكم جميعا.